وبركاته. فيصل بشعارة، إن شاء الله الصوت كويس والصورة كويسة. انا اسمع فيك كويس، ان شاء الله تسمع فيا معتز. نبغى إن نعرف شاء يعني الله. الاجواء اليوم. عرفنا احنا ان الميران الاول منتخب ما تحصلش على ملعب. الكاميرونيين تعذروا بان ما فيش ملعب مضاء، لكن اليوم يا ريت تقول لنا كيف كانت الاجواء والحصه التدريبيه. نعم، طبعا زي ما ذكرت يوم الامس طبعا كان الوصول يعني حوالي مبكرا نوعا ما، كان نعم. الساعه 4:15 بتوقيت الكاميرون، 5:15 بتوقيت ليبيا. يعني كان في وقت على الاقل لتدريب خفيف لازاله التعب، ولكن رغم وعود الكاميرونيين بان حيكون فيه ملعب موجوده في اضاءه، لكن للاسف طبعا حدث ما حدث. هو ممكن كنوع من الاستفزاز النفسي للاعبين، لان يعني في مباريات مهمه زي هذه يعني قد تحدث مثل هذه الامور. اليوم طبعا كان اول تدريب للمنتخب الليبي نعم. على ملعب المباراه في نفس توقيت المباراه، كما جرى العاده في الاعراف الدوليه في المباريات، مباريات التصفيات او مباريات الانديه. طبعا تم على تمام الساعه 3:30 بتوقيت الكاميرون، 4:30 بتوقيت ليبيا. طبعا المدرب عبد الحفيظ ربيش كويس. وكان يعني كل اللاعبين كانوا موجودين. لم توجد يعني في اللاعبين الموجودين واللي التحقوا من مطار طبرقه وانطلقوا لغينيا، ومن غينيا الى الكاميرون لا يوجد اي لاعب مصاب. طبعا لاعب محمد الصاني اصيب من معسكر تونس، فلذلك لم يلتحق بالمنتخب. احمد الزوي ايضا كما ذكرت بانه قام يعني يعني بعمليه على يعني عمليه، فلم نعم. يلتحق بالمنتخب. فكافه اللاعبين كانوا موجودين في التدريب. المدرب عبد الحفيظ دربيش صرح حتى في تصريحات عقب التدريب، قال بانه سيعتمد على ذات التشكيله اللي خش بها لمباراه غينيا تحديدا. غينيا نعم. الاستوائيه كانت مباراه يعني في اجواء ممطره. يعني المدرب عبد الحفيظ ربيش قال بان الاجواء هذه ما كانش اللاعب الليبي يلعب فيها، لكن اليوم بعد ما يعني المدرب عبد الحفيظ ربيش شاف نعم. ارضيه الملعب، كانت ارضيه يعني للاسف ما هيش نفس الارضيه زي يعني زي ملعب ملابو. فيعني كان في فرق، واتمنى المدرب عبد الحفيظ ربيش ان الامطار ما تصبش غدوه. نعم. يعني مانيش عارف، لا يمكن يكون في تصريح عبره او شيء معين، لان فعلا الارضيه رديئه جدا. حتى نوع العشب عشب رديء جدا، مش يعني عشب نعم. وكعشب المسطحات الخضراء العادي يعني. فالمدرب عبد الحفيظ ايضا تحدث على نعم. جانب الحاق بعض المحترفين. يعني حيعتمد عليه لاعب محمد المنير، حيعتمد عليه لاعب ايمن زايد، حيدخل جمال ممكن في الشوط الثاني او في يعني مش حيكمل المباراه تامه. لانه هو قال لنا نعم. اللاعب جمال ليه مده ما لعبش، ليه مده غايب عن الملاعب.